ازيكم يا اصدقائي؟ وبما اننا داخلين على رمضان وكل سنه وانتم طيبين، وده موسم المسلسلات والاعلانات طبعا، وهنشوف تترات كتيره جدا، فانا ما لقيتش موضوع ان انا اتكلم فيه انسب من اني اتكلم عن المسميات الوظيفيه في مجال السينما والميديا بصفه عامه، وده برضو ردا على سؤال صديقنا من الكومنتات. وبصفه عامه الموضوع في مجال الميديا بيتقسم فرق: لاين كرو، وفريق الكاستنج، وفريق مسؤول عن الانتاج، وفريق مسؤول عن الاخراج، وفريق مسؤول عن اللوكيشنز، وهكذا الى اخره. وفي الفريق الاساسي او اللاين كرو بيبقى عندنا المخرج، وده اللي كل فريق العمل بيبقى شغال وتعبان عشان يطلع الفيجن او الرؤيه بتاعته. والمؤلف، وده طبعا الشخص اللي بيألف القصه، يعني اعتقد مش محتاجه تفسير كتير. واحيانا بيبقى في صاحب فكره قبل المؤلف، وبعدها بيبقى في كاتب، وده اللي بيبتدي يهندل الدنيا من مستلم من المؤلف. واحيانا كمان بيبقى في شخص مسؤول عن السيناريو والحوار داخل المشاهد، وبعدهم بيبقى في مشرف بيشرف على النص اللي اتكتب. وفي الفريق ده بيبقى موجود الشخص المنتج اللي هو بينتج وبيصرف على الفيلم او المسلسل او ايا كان ايه المنتج الى اخره، وبيبقى تحتيه المنتج المنفذ. وخلاص كده عندنا لاين نمشي عليه. فيجي ساعتها دور فرق الكاستنج، ودول اللي بيبقوا مسؤولين عن وجود الممثلين، وبيبقى فيهم الكاستنج دايركتور، وده اللي بيبقى مسؤول عن اختيار الممثلين، وبيبقى عنده 2 مساعدين مثلا منهم واحد اساسي، وبيبقى معاهم الريجيسير، وده الشخص اللي مكلف انه يدور على اشخاص للادوار الثانويه او الكومبارسات بصفه عامه. وعندنا في مصر احيانا بيوصل السكريبتات للفنانين بيوتهم وكده. وبعدها يجي دور فريق المواقع، وده بيبقى فيهم اللوكيشن سكوت، وده الشخص اللي بيقعد يستكشف مواقع واماكن لايقه للمشاهد اللي احنا محتاجينها. وبعدها بيبقى فيه اللوكيشن مانجر، ومن اسمه كده ده الشخص اللي بيبقى مسؤول عن الموقع او المكان اللي احنا بنصور فيه. وبعدهم بقى بيبقى فيه مساعدين وناس مسؤوله عن المحلات والاسواق لو هنصور في سوق او محلات او هكذا. وبعدها بقى يجي فريق مساعدين الاخراج، وده بيبقى فيه المخرج المنفذ او المساعد مخرج الاول، وده اللي حرفيا بيبقى دراع المخرج الاساسي اليمين، وده لانه بيبقى عارف كل حاجه في البروجكت من اول ما بدا. برضه بيبقى عارف كل حاجه داخل اللوكيشن، وعارف يتواصل مع الجميع، وعارف مواعيد كل شيء. وهو برضه الشخص اللي بيفرغ السيناريو ويخططه قبل مرحله التصوير. وبيبقى فيه بقى الباقيين مساعد تاني وتالت ورابع على حسب احتياجهم في البروجكت ده. وبعدهم بقى يجي دور فريق التصوير، والفريق ده بقى بيبقى فيهم مدير التصوير او الدي او بي، ومن اسمه كده اعتقد مش محتاجين نشرح هو بيعمل ايه. وتحتيه بقى بيجي الكاميرا مان، وده الشخص اللي بيبقى واقف على الكاميرا وبيشغلها، واحيانا بيحركها خلال المشاهد وعلى حسب المطلوب يعني. واحيانا بيبقى اسمه الفيديوجراف. تحتيهم بقى الفوكس بولر، وده الشخص اللي طول الوقت ماسك الدايل في ايده وبيظبط الفوكس في كل المشاهد. وبيبقى تحتيهم بقى المساعدين، ودول اللي بيبقى مهمتهم تغيير الكروت والعدسات والاس اس ديز وهكذا. ويجي بعدهم على طول فريق الاضاءه، وبيبقى فيهم الجريبس، وده الشخص اللي مسؤول عن تركيب الاضاءات، والجافر، وده الشخص اللي بيشرف عليهم، والكي جريب او الفني الاول، والمساعد لو هم احتاجوا ساعتها، وبعدهم السبارك او فني الكهرباء او كهرباء يعني بصفه عامه. ويجي بعدهم بقى فريق الصوت، وده اهم فريق بالنسبه لي بصراحه، هو وفريق الاضاءه الحقيقي. المهم فريق الصوت بيبقى فيه مهندس الصوت ومشرف الصوت والجيرافيست، وده اللي بيبقى ماسك المايك ومعلقه كده واحنا بنصور المشاهد عشان يسحب الصوت من الممثلين. وبعده طبعا المساعدين لو هم احتاجوا. وبعدهم بقى الفريق المسؤول عن الديكورات والاكسسوارات وهكذا. ويجي بعدهم الستايلست اللي بيبقى مسؤول عن تلبيس الممثلين في المشاهد، وهو برضو اللي بيختار اللبس المناسب لكل مشهد. خلينا متفقين ان بيبقى فيه دايما فريق مسؤول او على الاقل حد واحد مسؤول عن كل تفصيله بتحصل خلال مراحل الانتاج وصولا لمرحله البوست برودكشن. ويجي دور بقى فريق المونتاج، وده الفريق اللي بنسبه كبيره قوي بيبقى فيه كذا مونتير، وبتتقسم طبعا المهام بينهم كلهم، بدايه من المونتير المسؤول عن ترتيب المشاهد كلها ورا بعض على التايم لاين، وبعدها بيطلع الفيرست كات، مرورا باخر مونتير اللي بيطلع لنا اخر نسخه. طبعا بيكون موجود شخص مسؤول عن تلوين المشاهد، وطبعا بقى بيكون معاهم فرق مسؤوله عن المؤثرات الصوتيه والبصريه والفي اف اكس والجرافيكس وكل هذا. واكيد طبعا في فرق كتير قوي انا ما ذكرتهاش، وطبعا بيتواجدوا على حسب احتياجهم في البروجكت. وكل الفرق دي بقى اللي انا ذكرتها بتشتغل وبيتعاونوا مع بعض وبيكملوا بعض عشان كلهم يطلعوا الفيجن بتاعه المخرج، وفي الاخر يطلع لنا المنتج محترم نبتدي نتفرج عليه. وطبعا كل الحب للصناع اللي بتحب تطلع لنا منتج نظيف ويستحق اننا ننفق من وقتنا عليه ونستمتع بيه. وبس كده، ولحد هنا يكون فيديو النهارده خلص يا اصدقائي. واخيرا عاوزكم ما تنسوش اخواتنا في غزة في الدعاء بان ربنا ينصرهم ويقويهم يا رب، ونتقابل في الفيديو الجاي. سلام.